أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة وحوار اليوم، والذي نتناول فيه ذكرى انتصارات العاشر هذه الحرب المجيدة اللي استطاع من خلالها جنودنا من رجال القوات المسلحة المصرية أن يقهروا العدو الصهيوني وأن يحطموا أكذوبة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. جنودنا من رجال القوات المسلحة المصرية الذين سجلوا بدمائهم الزكية في تاريخ البشرية أروع البطولات، فكانت ملحمة نصر أكتوبر المجيد والعاشر من رمضان. تحية في هذه الذكرى المجيدة لأرواح شهدائنا، وتحية لقواتنا المسلحة المصرية الدرع الواقي وخط الدفاع الأول لمصر والمصريين. نخرج مشاهدينا لهذه الفقرة ونعود إليكم بعدها لنواصل كل ما سنقدمه من خلال حلقة اليوم. في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان نلتقي مع بطل من أبطال هذه الحرب المجيدة، بطل من مجموعة 39 قتال، مجموعة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. هذه المجموعة التي أدخلت الذعر والخوف والهلع في نفوس العدو الصهيوني. البطل الذي سنلتقي به من خلال حلقة اليوم شارك في 45 عملية فدائية خلف خطوط العدو. ضيفنا النهاردة حائز على وسام نوط الجمهورية العسكري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأيضا حاصل على وسام نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات، وحاصل على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى أيضا من الرئيس الراحل أنور السادات، وحاصل على نوط منظمة سيناء العربية من إدارة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من القوات المسلحة، وحاصل على ميدالية 6 أكتوبر والعبور. ضيفنا النهاردة هو الرائد سمير نوح وأمين سر المجموعة 39 قتال. نلتقي معه، ولكن نخرج لهذه الفقرة ثم نعود ليكون معنا في حوار يمتد لنتناول فيه ذكريات هذه الحرب المجيدة والبطولات ارتبطوا بها. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1973. الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة.
مصري. دول مين ودول مين؟ دول ولادنا الفلاحين. حلوة بلاد السمرة، بلاد الحرة، بلادي السمرة بلادي. وانا على الربابة بغني واغني غنوة الحرية. قول معايا يا الشعب تحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي، ينادي يا ثوار عدونا غدار. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حدوتة مصرية. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار، تحية لقواتنا المسلحة المصرية، الدرع الواقي صمام الأمان لمصر وفخر لكل المصريين. نلتقي اليوم مع أحد أبطال قواتنا المسلحة، واحد من مجموعة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، والتي عرفت بالمجموعة 39 قتال. هذه المجموعة التي قامت ب45 عملية فدائية خلف خطوط العدو، هذه المجموعة التي بثت الذعر والخوف والهلع في نفوس العدو الصهيوني، وكان يعمل لها ألف حساب، وحققت على مدار العمليات التي قامت بها انتصارات وبطولات سطرها التاريخ، وتدرس في كل الكليات العسكرية على مستوى دول كثيرة. نتحدث اليوم مع البطل سمير نوح، 30 قتال. أهلا بيك معانا، سعداء بوجودك. كل عام وأنت بخير، وكل عام وقواتنا المسلحة المصرية بألف خير، وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار. احنا متشكرين جدا والله على المقدمة الظريفة دي يا أستاذة هالة، وبشكر قناة اسكندرية المحروسة العظيمة اللي دائما ما بتنسناش الحقيقة، يعني في المناسبات الجميلة بانتصاراتنا بحرب أكتوبر. ده أقل تقدير للبطولات يعني اللي انتم قمتم بيها، وللفخر والعزة اللي انتم حققتوه لمصر وللشعب المصري. طبعا فاحنا مهما قلنا ومهما اتكلمنا لا يمكن ابدا ان احنا نوفي حق كل فرد من افراد قواتنا المسلحة المصرية اللي شارك في هذه الحرب، واللي تحقق على ايده هذا النصر العظيم. فبداية المجموعة قتال 39 الحقيقة لها سجل حافل من البطولات، وقامت بعمليات كثيرة جدا خلف خطوط العدو، وكان يعمل لها ألف حساب. وهي مجموعة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، وهو طبعا غني عن التعريف، ولكن نحن نود أن نذكر الأجيال الجديدة بهذا البطل وبهذه المجموعة وما قدمته من بطولات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بقول ربنا يرحم شهدائنا جميعا، كل من ضحى زي ما حضرتك عملت المقدمة الاول وقلتي عن الشهداء. الناس دي اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل مصر الحقيقة، وكل من توفى وشارك في بطولات حرب أكتوبر وفي حرب الاستنزاف. وبهنئ شعبنا المصري العظيم وقواتنا المسلحة تهنئتين الحقيقة، بتهنئة بشهر رمضان المعظم الكريم، وتهنئة بيوم ذكرياتنا في 10 من رمضان، وهو كان في 6 من أكتوبر عام 1973. طبعا بقدم شكري وتقديري إلى قواتنا المسلحة وإلى قائدها وإلى زعيم الأمة العربية المشير عبد الفتاح السيسي على ما قام به نحو مصرنا الحبيبة، لأنه هو راجل محترم، وبنحمد ربنا إن احنا دائما سنكون في تقدم وازدهار بفضل الله بإذن الله. بإذن الله. طبعا من ناحية المجموعة 39 قتال،
كان قائدي الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، بكل فخر بفتخر دائما إن كان هو قائدي وأنا عملت معاه. وبحيي كل زملائي أبطال الصاعقة البحرية وأبطال المجموعة 39 قتال، كل من عمل بالمجموعة 39 قتال، وكل أبطال حرب الاستنزاف، وكل أبطال حرب أكتوبر. يعني هذه المجموعة كانت بتؤدي دورها وواجبها الوطني منذ حرب الاستنزاف. وأيوة، من بداية حرب الاستنزاف والمجموعة بتعمل. والمجموعة 39 قتال قامت ب 92 عملية ضد العدو وليس خلف خطوط العدو. ضد العدو، لأن خلف خطوط العدو هو الاستطلاع، وأنا مسمي الاستطلاع البصري العظيم الجند المجهول، الجنود المجهولين اللي ما حدش يعرف عنهم حاجة. طبعا أنا بقدم تحية خاصة لجنودنا البواسل، الجنود المجندين اللي استشهدوا واللي ضحوا بأرواحهم واللي ما زالوا أحياء، لأن هم دولت كانوا وقود المعركة وليس كل من هو كده. الجنود بالذات بحييهم تحية كبيرة وتحية عظيمة، لأن هم كانوا وقود المعركة في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر. أنا قبل ما أتكلم عن المجموعة 39 قتال في حتة صغيرة عايز أتكلم عنها، وهو أحد الشهداء كان زهرة الشباب واستشهد وهو ملازم أول، وهو اسمه طلال سعد الله، البطل الطيار اللي في حرب الاستنزاف عام 70، وانصابت الطائرة بتاعته وكانت هتنفجر، وأصدرت له التعليمات إن ينزل بالمظلة بالباراشوت، وأبى وقال طالما الطيارة بتاعتي هتنفجر أفجرها في قلب موقع من المواقع اللي موجودة. وفعلا في دمر نفسه في قلب الطيارة الشهيد طلال سعد الله. وللأسف الشديد عمل شارع من شوارع، تحط لافتة يافطة على شارع من شوارع الجيزة، ونفاجئ جميعا بأنها تتشال الأيام ديت. فأنا لي عتاب جامد على محافظة الجيزة وعلى كل المسؤولين في محافظة الجيزة، لابد أن يرجع اليافطة بتاعت الشهيد زهرة الشباب اللي ضحى بنفسه في سبيل مصر. برضو تتقدم بطلب لمحافظة الجيزة، لربما تم هذا العمل في غفلة، لأن هذا الكلام ده راجل ضحى بحياته، واللي شال اللافتة وحط اسم حد غيره هذا الإنسان لا يعي مدى الفدائية والبطولة والشجاعة اللي ضحى بنفسه في سبيل مصر. احنا من خلال برنامجنا بنلفت نظر المسؤولين بمحافظة الجيزة إلى رفع اسم هذا البطل من الشارع اللي سمي باسمه، ونتمنى أن تكون هناك استجابة ويتم إعادة تسمية الشارع مرة ثانية بإذن الله. نعود إلى المجموعة 39 قتال، مجموعة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، اللي احنا بصراحة بنفخر بيه إن هو ابن من أبناء مصر الأبرار والأوفياء. كلمنا عن تشكيل هذه المجموعة، ومتى شكلت وكيف تم اختيار عناصرها؟ المجموعة 39 قتال شكلت بأوامر من الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، والفريق أول كان أيامها لواء رحمة الله عليهم الفريق اللواء محمد أحمد صادق اللي مسك بعد كده وزيرا للحربية مع الشهيد إبراهيم الرفاعي. وتم العمل المجموعة 39 قبلها كانت اسمها فرع العمليات الخاصة، وأول من عمل بالفرع العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع هي مجموعة من الصاعقة البحرية. وبكل فخر أعوذ بالله من كلمة كنت أنا من ضمن هذه المجموعة، وتشكلت وكان قائد فصيلة الصاعقة البحرية إنذاك النقيب إسلام توفيق قاسم، والملازم أول وسام عباس حافظ، عائلة الأبطال اللي والده اللواء عباس حافظ دفعة الرئيس جمال عبد الناصر، والذي هرب من أسره اللي في سنة 48 من إسرائيل، ويوم ليلة عيد ميلاد زواجه
وهرب من الحبس بتاعه وراح قدم مفتاح الزنزانة لزوجته المرحوم اللواء عباس حافظ، وحفيدهم دلوقتي بكل فخر القبطان وائل عباس حافظ اللي والده بطل من ابطال اكتوبر برضو، العميد وائل عباس حافظ. هذا الناس انا بفتخر بها جدا. فكانت الصعقة البحرية دائما مصنع الرجال، قوتنا المسلحة. بس معلش انا بنحاز للصعقة البحرية لاني انا اعوذ بالله من كلمة انا طلعت من الصعقة البحرية، وهي كان التدريبات الشاقة اللي عملت مننا رجالة نقدر نسد في اي مكان، واخدنا كل فرق القوات المسلحة. طبعا هي الصعقة البحرية هي النواة الأولى للعمل بفرع العمليات الخاصة اللي بعد كده تم تشكيلها وبقت المجموعة 39 قتال، وانضم علينا بعد كده النقيب محي نوح، النقيب خليل جمعة خليل، المرحوم رفعت الزعفراني، مجموعة كبيرة من الصعقة البرية، وهي من 103 صاعقة وكاف 93 صاعقة، يعني كتيبة 93 صاعقة اللي هي كان قائدها الملازم أول محسن طه. اندمجنا وزبنا سويا، محدش يقول ده صعقة بحرية ولا ده صعقة برية. هذه المجموعة كان العدو الصهيوني يعلم بها جيدا ويتابع تحركاتها عن كسب، وكانت تسبب له الذعر والخوف والقلق، ودائما كان يعمل لها ألف حساب. هو ما زال حتى الآن أسماءنا مرصودة لدى العدو، ان اي حد مننا يقتلوه حتى وقتنا هذا من الاحياء. وموشى ديان قال كان له مقولة شهيرة عن هذه المجموعة. وموشى ديان قال علينا الاشباح. المجموعة لما عملت 92 عملية من عمليات هجومية، عمليات كمين، عمليات إغارة، رص ألغام، ضرب مطار الثور، ضربناه، طلعنا له العملية دي 5 مرات، ضربنا او نجحت العمليات 3 منهم في ضرب مطار الثور ومدينة الثور، و2 منهم لشد الطيار ونشاط العدو البحري ما عرفناش نعدلهم. يعني العمليات كانت متنوعة، منها عملية من الشهيد إبراهيم الرفاعي طلع هو والمرحوم قائد ثاني المجموعة علي نصر للمدمرة إيلات اللي اتضربت، وراح غطسوا عليها، طلعوا 5 مرات وجابوا أجهزة. المدمرة إيلات اللي اتضربت فيها طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية من أبطالنا، أبطال القوات البحرية. حضرتك قلت إن أكتر من 90 عملية 92 عملية 92 عملية أيوة. تم القيام بها ضد العدو الصهيوني. والتجهيز لهذه العمليات وكيف كان يتم توزيع الأدوار؟ المخطط والمنفذ كان رحمة الله عليه الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين، مع يعني القيادات مع الشهيد إبراهيم الرفاعي، مع البطل النقيب إسلام توفيق قاسم، القيادات اللي هي عندها دراية وواخده فنون الحرب ايه واركان الحرب، فبيبداوا يتصرفوا وينسقوا للعمليات بناء على الاستطلاع. لما الاستطلاع يدي تعليمات يقول لاني يعني احنا عملنا كمين في 26/8 سنة 68 لوم، وكان اول عملية كمين تطلعها قواتنا المسلحة كانت المجموعة 39 قتال. لما الاستطلاع رصد بان في عربيتين جيب يوميا بيتحركوا من اتجاه الشمال او من اتجاه اليمين مش معروف بيجوا منين كل يوم، واتحضرت لها العملية وعبرنا ودمرنا العربيتين واثرنا اسير اسمه يعقوب رينيه جبناه. وساعتها القوات المسلحه ما كانت لسه ما استعادتش قواها العسكريه، فاحنا انكرنا، مصر انكرت وقالت احنا ما عملناش، ما طلعناش العمليه. ومنظمه فتح الفلسطينيه اعلنت مسؤوليتها عن ان هي اللي عملت العمليه، وطلعت في الجرايد موشى ديان يطالب بمحاكمه الفدائيين المصريين الذين نفذوا العمليه. العمليه دي منحنا الرئيس جمال عبد الناصر نوط الجمهوريه العسكري من الطبقه الثانيه.
دي كنا بنصرف لها 2 جنيه ونص مدى الحياه، يعني كانت حاجه كبيره جدا. لحد الان لا دلوقتي بقى 450، وهو المفروض يكون 6000 جنيه. لان في العهد السابق اللي رفعوا ناس اللي معاهم نجمة سينا ونجمة الشرف، وسابوا وسام نوط الجمهورية اللي هو بيعتبر أعلى وسام بالنسبة للي زينا ضباط الشرف وضباط الصف والجنود. للأسف اترفع نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى، وصلنا 500 وهم كانوا بياخدوها 1000. مجلس الشعب الرئيس السابق حسني مبارك كان معاه نجمة سينا ونجمة الشرف، الإخواننا اللي حواليه بدأوا يرفعوها إلى أن وصلت إلى 20,000 جنيه، وإحنا بناخد للنوت ده 750 جنيه. اشتكينا للرئيس السابق، اشتكينا للسيدة سوزان مبارك، اشتكينا للدنيا بحالها. الكلام ده من سنة كام؟ من سنة 98. ورفعنا قضايا في مجلس الدولة، وناس تقول اقفوا، قلنا ما نقفش وقفات لان احنا ناس كبار ويجب علينا ان القضاء يدينا حقنا. من سنة 98 وهي في المحاكم من مجلس الدولة، وصلت الدستورية العليا، وقفت انا عامل زي المحامي قدام المستشار بتاع الدستورية العليا، وسجدني وقال لي القضية دي بتاعتي ولازم تاخدوا حقكم زي الناس. والكلام ده بقالنا سنتين دلوقتي ولا حد سأل عننا. فبنناشد يعني قدامك الفرصة انك تناشد بنقول احنا بس يلي بتقولوا ابطال اكتوبر عايزين حقنا فقط، عايزين حقنا اللي ضايع، لان احنا عيب اننا نعمل وقفات واحتجاجات. بالتأكيد. نعود مرة تانية للعمليات اللي قامت بها المجموعة 39 قتال. بتقول ان هذه المجموعة كانت عملياتها دائما بتقوم على المعلومات اللي بتوفرها فرق الاستطلاع. ايوه الاستطلاع بتاعنا، الاستطلاع البحري والاستطلاع فرق الاستطلاع. اعتقد ان مهمتها كانت خطيرة جدا، لانها بيقعد بال3 شهور وبالشهرين خلف خطوط العدو، راصد العدو. منهم البطل عادل فودة، البطل نصر سالم، الناس العظماء يخترقوا خطوط العدو ويتسللوا الى يعني الى الداخل ليستقوا المعلومات. لان سينا بتاعتنا كبيره جدا نزلها، واشرف ناس العرب بتوع سينا، الناس المحترمين اللي وقفوا جنبينا في وقت الحرب. وقصص كتيرة عن البطل العظيم سالم الهرش، والمرحوم اللي كان مرسال ما بيننا وما بينه انا نسيت اسمه معلش ربنا يرحمه. يعني الناس دي ناس عظماء، وهي دي اللي كانوا بيساعدونا. فكنا ندفع اي بطل من ابطال الاستطلاع ويلبس عرباوي والعرب يستضيفوه ويبدا يرصد معاه نظاره ومعاه راديو اذاعه. كنا بنبعت لهم مراسيل بالاذاعه عباره عن تمثيليه، وهو بينقي الكلام من التمثيليه ويبدا ينفذ اللي احنا عايزينه وهو يبعت لنا. لا الاستطلاع ده شأنه عظيم جدا، وهو من اسباب انتصارنا في حرب اكتوبر. انا عايز احكي، بلاش احكي في حرب الاستنزاف لان عملياتنا كانت كتيره. انا هحكي بس عن عمليات اللي قامت في 6 اكتوبر اللي هو العاشر من رمضان. والعاشر من رمضان وكان صيام، يعني ازاي قدرتوا تتحملوا قسوة هذه الحرب في ظل كان يوم عرس، شدة العطش وشدة الجوع. يعني كان في 6 أكتوبر العاشر من رمضان كان عرس بالنسبة لقواتنا المسلحة وبالنسبة للشعب المصري كله. بالتأكيد. كنا في فرح علشان نبدأ ناخد بالطار بتاعنا. وبعدين جسينا نبض الجند الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، وعرفنا عمل يعني وضعه ومقدرته قد ايه. ولما استشهد الفريق عبد المنعم رياض المجموعة 39 قتال، وانا قلت مع سعادتك قبل كده في هذا البرنامج، قمنا المجموعة 39 قتال قامت واخذنا بالصقر له وقتلنا 44 جندي وعسكري اسرائيلي في هذا الموقع اللي اطلق الدانة. يوم 6 اكتوبر جت تعليمات وأوامر للشهيد إبراهيم الرفاعي، لابد من تدمير آبار بترول منطقة بلعيم بالكامل لكي لا يستفيد العدو من البترول، ياخد البترول ويحاربنا بيه في المعركة.
وطلعت 3 طيارات هليكوبتر فيها الشهيد ابراهيم الرفاعي رحمة الله عليه، فيها العقيد علي نصر ربنا يرحمه، فيها البطل مصطفى ابراهيم، فيها الشهيد رحمة الله عليه اللي استشهد في هذا اليوم احمد مطاوع ابن اسكندرية، فيها المرحوم لسه متوفي من شهرين علي احمد ابو الحسن من راس التين هنا من اسكندرية. وطلعت 3 طيارات ضربت بترول بلاعيم بالكامل بالنابالم ومعاهم الرشاشات ومعاهم كل الأسلحة، دمروا منطقة بترول بلاعيم بالكامل بمبانيها بالمواقع اللي حواليها، وظلت النيران مشتعلة 3 أيام. اتعمل ساتر نيران، ساتر من الدخان، خلى الطيران الامريكي اللي كان بيتجسس علينا والطيران الاسرائيلي ما يشوفش اي حاجه في مسرح العمليات. يعني ده كان يوم وده كان في اخر ضوء وليس يوم الساعه 2. ده بداوا يطلعوا يضربوا هذا الموضوع من الساعه 7 مساء، ونجحت العمليه 100%. واثناء العوده اتضربت طياره، هي ال3 طيارات اتصابوا ولكن 2 عدوا والثالثه جالها تقريبا صاروخ. الطياره سقطت في الخليج، استشهد على اثرها المرحوم العريف مجند احمد مطاوع، وتم اسر نقيب خرج برتبه لواء ربنا يديله الصحه وطولة العمر اسمه محمد فؤاد مراد. وهذا الرجل احمد مطاوع بالذات عايز اتكلم عنه ونص دقيقه واقول ان احنا خدعنا العدو في 6 اكتوبر يوم 10 من رمضان، وهو ان خدعناه ان احنا مش هنحارب، ان في ناس طلعت تحج، ان في الرئيس السادات كان رايح ليبيا، ان العساكر بتاعتنا قعدناها تنص قصب على القناه، عساكر غسله غسلها ونشراه. يعني قال لك ده المصريين في حاله ارتخاء كامل على اساس دول صايمين وما بيشتغلوش في رمضان. ودي كانت الخدعه الكبيره بالنسبه لهم، ومخابراتهم اكدت على ان احنا مش هنحارب. الشهيد احمد مطاوع كانت اتسرحت الجنود من المعسكرات لان قعدوا فتره حوالي 7 سنين فتم تسريحهم. ولما بدأنا نبعت لهم استدعاءات، قبل اول ما سمع ان في استدعاءات من غير ما يجيله الورقه بتاعته للاستدعاء، جه سلم نفسه لنا للمجموعه 39 قتال، وقعد يا دوبك اسبوع وقامت الحرب واستشهد الراجل ده احمد مطاوع من غير ما حد ما يقول له تعالى حارب، قدم نفسه. يعني الروح الوطنيه كانت عاليه قوي جدا 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 من الشعب قبل الجيش كمان. وانا عايزه برضو اقف عند الحته دي ان قواتنا المسلحه المصريه وجنودنا وضباطنا يعني لهم مشاعر مختلفه تماما عن اي افراد في اي قوات مسلحه لاي دوله اخرى. ايه الرابط اللي بيربط رجال القوات المسلحه بحب هذا البلد الى هذه الدرجه، وان هم يؤدوا هذا الاداء المتميز اللي يعني ما فيش زيه في التاريخ؟ يعني هم سطروا اعظم بطولات في تاريخ الانسانيه. يا استاذتنا كل من شرب من نيل مصر حقيقة بيخاف على مصر. يمكن وللأسف الشديد أنا عايزة أشير برضو لأن دايما يعني سيادة الرئيس يمكن في كلماته لما بيتناول فيها القوات المسلحة بيقول إن القوات المسلحة بيربطها بالشعب المصري رباط طبعا خاص. ما فيش بيت في 6 أكتوبر ما كانش فيه. أنا كنت وليا 3 إخوات تاني ليا، مجدي وعاطف وعادل، كلنا كل واحد في حته، بس انا كنت 39 قتال. مجدي اللي بعد مني كان في جزيره لا مش الجزيره الخضراء، في جزيره كده في برضه وقت في الحرب في 6 اكتوبر. وعاطف نوح كان محاصر في الجيش الثالث، وعادل مش عارف كان في واحده ايه. كلنا يعني ادي 4 من بيت، ما كانش في بيت خالي من ان فيها ضابط او صف ضابط او جندي بيحارب. فكان الشعب المصري وقف خلفنا بكل قواه حقيقة لحد ما انتصرنا، وكان نصر عظيم. انا عايز احكي لحضرتك على باقي العمليات باختصارات شديدة. دي كانت العملية الاولى اللي هي انا عايز اتكلم عن النصر نفسه. يوم العبور
ذكريات حضرتك عنه ايه والبطولات اللي اتسجلت في هذا اليوم؟ اولا يوم العبور ما كانش حد يعرف ان هيكون يوم 6 اكتوبر او يوم ما كانش 10 عندكم أي رمضان معلومات. ابدا. ما فيش الا القيادات الكبيره بس هي اللي عندها معلومات، ومعلومات بسيطه، القيادات العليا فقط، وليس قادة كتايب او قادة الالوية، لا ده الكلام ده جه للناس. بس كان فيه تدريبات مستمرة على اساس ان وقت ما نقول عبور يبقى كل الناس جاهزة. وكان عندكم شعور ان في حاجه هتحصل قريب؟ طبعا احنا الرئيس السادات زارنا، الموضوع مش متوقع. احنا الرئيس السادات زارنا سنة 71 في المجموعة 39 قتال، لما قدرني واداني نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الاولى، وجلس مع القادة وجلس مع الابطال المجموعة، وناس قالت له يا فندم، قال لهم هنحارب ومش هنسيب حقنا، بس كل حاجة ولها وقتها. يعني احنا عارفين ومتدربين على اعلى مستوى، لأي وقت يقول يلا احنا جاهزين. لا 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 يعني ده كانت. وبعدين ربنا كان معانا، ربنا كان معانا في النصر ده، لان لما تلاقي الجندي المصري العظيم لما يطلع الساتر الترابي ده كله، اللي حته الساتر دي خلتني افتكر حبيبي البطل اللي هو باقي زكي يوسف، صاحب فكره تدمير الساتر الترابي لخط بارليف. الراجل ده كان مهندس في السد العالي، وجات له الفكره وطرقت وحكى، وكنت بطلع انا وهو ندوات، احنا عمالين نلف ندوات على المدارس والجامعات علشان تبصير ولادنا وشبابنا. اللي هو باقي زكي يوسف ده فتح 60 ثغره في اليوم الاول، ودي طيب كانت حاجه كبيره. حضرتك التتر على الهوا، لكن انا مش عايز اختم قبل ما نذكر مع حضرتك الاوسمه اللي حصلت عليها. واحنا يعني حضرتك هنا يعني بتمثل قواتنا المسلحه وابطالنا في حرب اكتوبر المجيده. يعني اكتر من نوت احنا بنحييك عليه الحمد لله. الحمد لله. برضو بنرجع تاني وبنحيي ارواح شهدائنا الابرار، ربنا يرحمهم جميعا، وبنحيي رجال قواتنا المسلحه المصريه اللي هم فخر للمصريين، وهم سبب العزه وسبب الكرامه اللي احنا عايشينها بما حققوه لنا من بطولات وانتصارات على عدو كان يعني يعتقد أنه لا يهزم. في النهاية بوجه خالص الشكر لضيفنا البطل العظيم الرائد سمير نوح، أحد أبطال مجموعة قتال 39. متشكر جدا، وأنا فخور إن أنا موجود معاكم في هذه المناسبة. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب وألف خير. متشكر. كل الشكر مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم لنا. تحياتي وتحيات فريق العمل، نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.